بقول لك هل السيسي كافر نعم ام لا؟ لماذا تقول لي عمل حاجات حلوه للبلد؟ يعني انت يا خول يا متناك يا ابن الشرموطه، امك لما تنزل تجيب لكم الاكل، نزلت امك سرحت كام ساعه كده وانا رجعت لكم بكيلو كباب، تاني يوم سرحت شويه كده وشويه فول وطعميه وشويه ممبار وبتاع ومن عند الحاتي ولسان وبتاع، انت بدل ما تاكله حطيته في طيزك. فجم الناس لما مؤاخذه مسكوا امك كده واتلمت الناس تحت البيت، ايه مش عارف ليه، انت مش فاهم حاجه، دوشه 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 دوشه. رحت خارج من البلكونه انت وابوك لما مؤاخذه خارجين كده بالفالينات ومن غير لبسها يعني، انزل. انزل ليه يا جدع؟ انزل. انزل ليه يا جدع؟ انزل. نزلت. في ايه يا جدع؟ ايه ده؟ ايه ياما؟ ايه ده؟ في إيه؟ انت طبعا مزبهل يا ابن الوسخه، جايبين امك من غير هدوم، ولا مؤاخذه في حاجات عماله كده بتنزل منها، بتسيل كده من جوه. ايه ياما؟ في ايه اللي بينزل منك ده؟ واحد قال لك يا عم ده احنا لقيناها مع 10 رجاله وكلهم راكبينها وطخ طخ مطلعين ميتين ابوها. وواحد بيقول لك لقد مارست امك الزنا يا ابن العاهره، تقول له امي مش زانيه ولا عاهره، امي بتجيب لنا وبتعمل لنا حاجات حلوه، دي امبارح جابت لنا كباب، واول امبارح جابت لنا فراخ، واول جايبه لنا طعميه وصبار حمير من عند الحاتي. هي دي اجابتكم يا اولاد المتناكه يا خوالات، مع ان امك يا ابن المره المتناكه بتتناك بعقب سجاره تحت الكوبري، لا عمرها جابت لك طقه ولا لقمه ولا جابت لك حتى صبر حمار يكيفك يا ابن المره المتناكه يا خول منك ليه؟ يعني امك تمارس الزنا والفاحشه ويا ريتك مستفيد، مش مستفيد اي حاجه يا ابن المتناكه، لا مصمم ان انت مستفيد. ده انا بديك مثل يا ابن الوسخه ان حتى بتفيدك باي حاجه. هل امك مارست الزنا يا قص امك؟ مش امك جابت لكم اكل من الحاتي ولا لا؟ معناها ما بتجيب لكمش حاجه يا ابن المتناكه وانت طالع فخس عليك وعلى البزره اللي جابتها